مجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم جبروت نشرت عبر منصة تيليجرام بيانات قالت إنها لعشرات الآلاف من رجال الأمن والاستخبارات في المغرب، وربطت المجموعة تسريباتها بملف سبتة ووصفت ما نشرته بأنه هدية لإسبانيا وأوروبا. هل يقف المغرب أمام واحد من أخطر الاختراقات الأمنية؟ ومن يقف وراءها؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة. لماذا ربطت جبروت تسريباتها بالعلاقات المغربية الإسبانية وملف سبتة تحديداً؟ ولماذا هددت أيضاً بنشر معطيات مرتبطة بهاتف رئيس الحكومة الإسبانية؟ هل نحن فعلاً أمام اختراق أمني واسع؟ أم أمام فصل جديد من حرب البيانات والتسريبات، حيث تتحول المعلومة المسروقة إلى أداة للضغط والمواجهة السياسية في هذه المنطقة الحساسة؟ أسئلة كثيرة. أرحب بضيفي في النقاش وأنا سعيدة بهما. من الرباط معي السيد عبد الهادي المزراري، الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية، ومعي من مدينة بون الألمانية الزميل منصف السليمي، الخبير في الشؤون المغاربية، ولاحقا سيكون لدينا خبير في الأمن السبراني. يا هلا بكما معي في مسائية الليلة. أسئلة كثيرة كما ذكرت. أبدأ معك سيد عبد الهادي المزراري، نفهم قليلا ما الذي يجعل هذه التسريبات مختلفة عن عمليات سابقة استهدفت المغرب. نحن نعلم أنها ليست المرة الأولى، ومن نفس المجموعة أيضا سبق أن قامت بأمور مماثلة، ولكن هل الاختلاف في طبيعة المعلومات، في حجمها، أم في الرسائل السياسية التي رافقت هذا النشر؟ بداية أتوجه إليكم بالشكر على الدعوة الكريمة، وجوابا على سؤالكم يجب أن نضع أولا في الاعتبار أن موضوع الاختلاف بين هذه التسريبات الحالية والتسريبات التي سبقتها لا يمكن أن نقارن فيما بينهما على سبيل موضوع واحد أو اثنين، لكن الأهم قبل أن نجيب على أي سؤال يجب أن نعرف من يقف وراء هذه المجموعة تحديدا. في الماضي سبق وأن اتهم المغرب بالتجسس على القيادة في فرنسا وعلى مسؤولين فرنسيين، والمغرب نفى ذلك بشكل قاطع وطالب وبل وصل إلى مقاضاة الجهات الفرنسية التي روجت لهذه الاتهامات. وفرنسا بعد سنوات من المد والجزر جاء الرئيس الفرنسي إلى المغرب وتجاوز كل هذه الخلافات باعتبارها أنها كانت مؤامرة لتدمير العلاقات المغربية الفرنسية. الآن وتحديدا فيما يخص هذه التسريبات وما لها علاقة بإسبانيا والسبت ومليليا، يمكن أن أقول لكم كتخمين أو كتحليل جوابا على السؤال من يقف وراء جبروت ذاتها. هذا أكيد أنها جهة معينة تريد تدمير وتخريب العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وأنها جاءت كما تفضلتم بالذكر مباشرة بعد أحداث سبتة. أقول بأن الجهات التي كانت لا دون شك تقف وراء ما حدث في سبتة وقد أوصل العلاقات المغربية الإسبانية مرة أخرى إلى قاعة الامتحان والاختبار هي الجهة نفسها الآن بعد فشلها في نسف العلاقات بين الرباط ومدريد. الآن تحاول بكل طاقتها وجهدها أن تقوم الآن بهذه الخطوة من أجل استفزاز إسبانيا ومن أجل جعل المغرب في مواجهة بدل أن نعم من مصلحته؟ يعني تقول بأن هناك جهات خارجية، من مصلحته في هذا التوقيت الحساس، في هذا الظرف الحساس، والمنطقة أيضا يعني تشهد تغيرات إقليمية وصراع على النفوذ في هذه الفترة، وموضوع يعني اللاجئين أو المهاجرين هو موضوع جدا حساس. من يقف وراء ذلك حسب قراءتك التحليلية؟ طبعا سيداتي، ولا يمكن أن نوزع الاتهامات يمنة ويسرى فيما يتعلق بالجهات التي يمكن أن تقف خلف هذه المحاولة اليائسة مرة أخرى لضرب العلاقات بين الرباط ومدريد. لكن كما تفضلتم بأنه فعلا تعرف المنطقة تحولت جيوسياسية كثيرة. يمكن أن أشير لكم على سبيل المثال قضية الصحراء المغربية، وبعد قرار مجلس الأمن 27/97 وكذلك بعد اعتراف مدريد بسيادة
المغربي على ربوعه الصحراوية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي. هناك طرف ثالث متدمر ومتضرر من موقف إسبانيا، ودون شك نحن كما نحلل المعطيات السياسية هناك محاولة جديدة من طرف الجزائر للتقارب مع إسبانيا، ولا أستبعد كما توصلت إلى ذلك وسائل أجهزة الأمن الإسبانية على أن الكثير من الدعوات الموجهة في حملة الهجرة السرية إلى سبتة ومليليا كانت من منطلق جهات جزائرية وكذلك جهة إسبانية أقول لك دعمت هذه العملية من أجل زعزعة استقرار الحكومة. أقول كذلك المعارضة الإسبانية التي تعارض شانسيز وهي في حرب مفتوحة مع كذلك هناك جهات أوروبية أخرى. نحن نعرف بأن القارة الأوروبية في إطار ما تفضلتم بذكره عن التحولات الجيوسياسية أن المصلحة لم تعد واحدة وموحدة بين كل بلدان أوروبا. سأدخل في عمق القلق الأوروبي مما جرى في المغرب، ولكن للأسف لا يوجد لدي تعليقا، لا يوجد لدي ضيف من الجزائر، ولكن أشكرك على هذه القراءة التحليلية. إذا أردنا أن نبتعد قليلا عن التخمينات، وأنت محق سيد المزراري في هذه النقطة، أريد أن أفهم قليلا عن خطورة الأمر، يعني من قراءة أيضا من الزميل منصف سليمي. إذا كانت بعض البيانات صحيحة كما أشارت تقارير إعلامية إسبانية فرنسية، أذكر صحيفة لوموند الفرنسية، أليس ذلك بحد ذاته مؤشر على وجود ثغرات سبرانية خطيرة بغض النظر عن حجم ربما المبالغات الإعلامية أو الحقائق الموجودة التي لا يمكن أصلا يعني الفض بها الآن؟ ما خطورة الوضع؟ طبعا في البداية من المهم الإشارة إلى أن هناك سياقات مختلفة في هذه العمليات السبرانية. ثمة مستوى أول تم خلال فترة عملية الاقتحام عشرات آلاف من المهاجرين غير القانونيين لمدينة سبتة ولشاطئها. وقعت عمليات عن طريق السوشيال ميديا، لكن هنالك الصنف الآخر من المشكل السبراني المتعلق بما يعرف الآن بعملية جبروت. إذا صح يعني عملية جبروت لها خصائص مختلفة عما جرى خلال عملية الاقتحام لمدينة لحدود سبتة. نعم سيد سليمي، لا أسمعك. نعم لا أسمعك. سنعود إليك سيد منصف لكي نكمل الفكرة التي لديك، ولكن يعني أجير ما ذكرته وأجير الآن أسمعك. نعم. سيد منصف أعذرني، هل لك أن تعيد آخر جملة فقط لأنه فقدنا الاتصال؟ نعم. معك. طيب هل مسموع الآن صوتي؟ الآن تمام، فقط آخر جملة فقط لكي أجيرها لضيفي السيد المزراري. أوكي. أشرت باختصار شديد إلى الفرق بين عمليات السوشيال ميديا التي تمت في المرحلة الأولى من عندما هاجم أو عندما اخترق عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين لحدود سبتة ودخولهم إلى المدينة عن طريق البحر، وتمت عمليات السوشيال ميديا ضخمة جدا لتجيش ولتشجيع هؤلاء الشبان والشابات والقاصرين لاختراق الحواجز. هذه تمت في إطار أول، لكن عملية جبروت هي طبعا صنف آخر مختلف. نعم. يدخل في إطار عملية تسريب متكررة تمت عدة مرات. إذا رصدنا مدى وجود خصائص بين العمليات التي تمت قبل أشهر فإننا نجد أن هنالك تشابه في العمليات، لأن هي ليست موقع ثابت على النت أو شيء، هي عملية إلكترونية تتم عن طريق تيليجرام، والتليجرام تطبيق مؤمن بمعنى ما بشكل كبير. نعم. لا صعب أنه كشف الايدنتيتي، هوية من يقوم بذلك. لذلك هذا سبب هذا الغموض. أتمنى أن الخبير في الجانب السبراني يوضح أكثر هذه النقطة. ستكون لدينا مداخلة. مباشرة. أعتقد أن هنالك مبالغة في حجم دقة المعلومات التي تم تسريبها. هنالك معلومات كثيرة غير دقيقة، بل هنالك معلومات
خاطئة، وهنالك معلومات ربما تكون صحيح، وهنالك تهديد بنشر معلومات أخرى. أعتقد إذا بحثنا عن ممكن نسأل عن من يستفيد من هذه العمليات. صحيح. ما مدى خطورتها على الأمن المغربي؟ من هي الجهات التي قد تكون وراء ذلك؟ فإن هنالك أزمة معقدة حدثت حول سبتة، هي ليست أزمة هجرة فقط، هي أزمة تشمل علاقة بين إسبانيا والمغرب، تشمل علاقة بين إسبانيا وأوروبا، تشمل علاقة المغرب بأوروبا، ولها تداعيات على الإقليم بما أن الجزائر طرف في الصراع مع المغرب، ولذلك يحسب اسمها باعتبارها ربما تكون افتراضيا فاعلا في هذه بشكل أو بآخر. مثلا عدد من، أنا لا أتحدث الآن عن عملية جبروت، وإنما عن العملية السوشيال ميديا. هنالك مواقع مثلا في الواتساب كانت من الجزائر وثبتت هويتها، لكن عملية جبروت أعتقد عملية معقدة جدا. من المحتمل أنه حتى تكون أطراف من داخل المغرب لها مصلحة في إرباك أجهزة معينة بالدولة. صراحة قرأت في هذه النقطة أطراف معارضة بالخارج، ممكن من أطراف من داخل إسبانيا كما أشار الأستاذ مزراري، ويمكن أطراف أخرى. لكن عموما المغرب مثل أوروبا أيضا ألمانيا فرنسا تعرضت لهجمات سيبرانية كبيرة، والمغرب أيضا يتعرض فقط لأنه هذه المنطقة هي جدا حساسة، وبسبب أن المغرب تعرض أكثر من مرة تحديدا لاختراقات من هذا النوع. ولو على عجالة سيد المزراري أريدك أن تعلق على هذه النقطة، لأنه ضيفي الخبير السبراني موجود معنا. فقط على عجالة، يعني ذكرنا نظرية أنه قد يكون تحليليا طرف إقليمي، ذكرت الجزائر، ذكرنا أيضا طرف من الداخل الإسباني. الفرضية أيضا الثالثة التي ذكرها السيد منصف السليمي قد تكون أيضا من الداخل. الموندو الإسبانية تحدثت عن موظف سابق يقيم في ألمانيا كمصدر محتمل للتسريبات، ضباط سابقين. إذا صح ذلك، ما خطورة الأمر؟ وهل أمن المغرب مكشوف؟ يعني دائما هناك اختراقات للدوائر الرسمية، ما خطورة هذا الأمر؟ هو سيدتي الفاضلة، عندما نتحدث عن اختراقات من هذا النوع يجب أن نضع في الاعتبار أن العملية تتم في غرفة مظلمة، والأمور التي تتم في هذه الغرفة المظلمة لا يمكن أن تجزم بصحتها ولا بمصدرها ولا حتى كذلك بعمليات الفبركة التي قد تدخل فيها. لكن دعني أعود معك تحديدا إلى موضوع الجهة التي يحتمل أن تكون وراء هذه التسريبات، لكن يبقى السؤال الأكثر دقة: من المستفيد؟ المغرب طبعا ليس مستفيد، وكذلك الحكومة الإسبانية ليست مستفيدة، فتبقى الأطراف المجهولة الأخرى هي التي تريد أن تعبث بعلاقات المغربية الإسبانية كما ذكرت لك وأؤكد لك ذلك فعلا. لكن عندما نقول مثلا، وهذا ليس من باب الافتراض ولكن من باب النتائج التي ترتبط بتحليل المعطيات، أن المغرب يقوم افتراضا بمثل هذه الاختراقات والتجسس كذلك على مسؤولين الإسبان من أجل إخضاع الحكومة الإسبانية أو لي أدرعها، فهذه الأمور غير حقيقية ومغلوطة، لأن الحكومة الإسبانية لا الحالية ولا سواء التي ستأتي بعدها هي ملتزمة بمصالح إسبانيا، والمصالح الإسبانية تقتضي التعاون مع المغرب بهذه الطريقة وليس بطريقة أخرى. يجب أن نضع في الاعتبار أن حجم التعاون الأمني والاستخباراتي بين المغرب وإسبانيا وعدد كبير من الدول في أوروبا من ألمانيا فرنسا يتجاوز بحجمه الكبير وكمه الهائل في تبادل المعطيات والمعلومات ما يمكن أن يمس به هذا النوع من التسريبات. وفي غالب الواقع أنها تسريبات تريد المس فقط بالعلاقات بين البلدين. هو صراحة هناك قلق أوروبي سآتي إليه يعني بعد هذه المداخلة من ضيفي من زيورخ في سويسرا الدكتور رضوان أسقيطة، الأستاذ المحاضر في جامعة لوتسيرن والباحث في الخصوصية والأمن السبراني. يا هلا بك معي. تقنيا هل نستطيع مما ظهر حتى الآن إثبات أن هناك اختراق لأنظمة أمنية مغربية، أم أننا ربما نتحدث عن تسريب داخلي أو بيانات جمعت من أكثر من مصدر قد يكون أيضا خارجي إقليمي؟ هل يمكن معرفة الأمر؟ جزيلا. يا هلا.
شكرا لك وللضيوف. الحقيقة تنوع المعلومات المسربة وضخامة الصلاحيات اللازمة للكشف عن هذا النوع من المعلومات يرجح الكفة أن يكون هذا التسريب قائم على انسايدر أو ما يسمى أشخاص داخل المنظمة. لا يمكن الجزم بهذا من الآن، ولكن حتى التحقيقات بهذا المجال لا تكشف تماما ما هي الآلية التي تم فيها الاختراق. ولكن كمعلومة أمنية عامة، تنوع البيانات، تنوع شكل البيانات، الجهات، الصلاحيات المطلوبة لنا تقودنا للقول أن هناك ترجيح لكون هناك اختراقات داخلية. وقد سمعنا من ضيفيك وسمعنا أيضا بالأخبار من لاموند وغيرها أن هناك أيضا تزامن بهروب بعض الضباط خارج البلاد بتحركات غير طبيعية تزامنا مع هذا الهجوم، مما يرجح هذه النظرية. طيب، هل توجد في الملفات المنشورة ربما أي بصمات تقنية؟ أنت حضرتك تابعت الموضوع، هل يوجد أي بصمات تقنية عملية يمكن أن تقود إلى مصدر البيانات أو ربما إلى هوية المهاجمين؟ لماذا يصعب حتى الآن تحديدا من يقف فعلا وراء على سبيل المثال مجموعة جبروت؟ يعني مجموعة جبروت أو غيرها من المجموعات ليست مجموعة بدائية، وقد تكون هناك أطراف سياسية خلف تمولها بشكل كامل. النظرية بعالم الأمن السيبراني تقول أن المعلومات ليست مخفية بشكل كامل، لا يمكن إخفاء المعلومات بشكل كامل، ولكن التعاون الدولي بهذا الموضوع، يعني الشبكات التي تستخدمها هذه المجموعات بشكل عام بغض النظر جبروت أو غيرها، هي ممتدة على نطاق واسع من السيرفرات، نطاق واسع من الشبكات اللي خلينا نسميها دارك نت او وات ايفر يعني. فهذا التنوع يحتاج تعاون لمكان وجود هذه الاي بيات على مستوى الدول. فلو تظافرت هذه الدول مع بعضها وقالت سنلاحق هذه المجموعه يمكن الوصول لها، ولكن كون الدول احيانا تستفيد سياسيا من هكذا خروقات وتخفي معلومات، فالوصول لهذا الأمر يصعب المهمة، لا يلغيها، لا يجعلها مستحيلة، ولكن لا ننسى أن الأمر موضوع ليست بصمات كالبصمات الفورنزيك الفيزيائي. البصمات الإلكترونية أكثر صعوبة بالملاحقة نظرا لطبيعة ومهارة هذه المجموعات وتدريبها بشكل جيد، وكما قلت انتشارها على بقع جغرافية مختلفة ترتبط بالمنظومة المخفية التي تقف وراءها والتي تكون عادة على عدة سيرفرات في عدة دول مختلفة. نعم، كانت هناك أيضا معلومات تحدثت عن أن الاستخبارات الإماراتية تدخلت لصالح نظيرتها المغربية، أزالت الملف والمعلومات من تيليجرام. حذف، لنفترض جدلا أن هذه المعلومات صحيحة، لأنه كان لدي مصدرين لم أتأكد من مصدر ثالث. لنفترض جدليا، هل حذف الملفات من تيليجرام يحد من الضرر فعلا، أم أن البيانات بمجرد نشرها تصبح عمليا خارج السيطرة وهي موجودة، لأن هناك أسماء وهناك أيضا يعني تفاصيل عن أشخاص؟ ماذا يعني ذلك؟ مجرد ظهور البيانات للحظات حتى على موقع إلكتروني، حتى على أي منصة، هناك دائما ما يسمى بالأرشيف الذي فرضا إذا قمت بتغيير بيانات على موقع إلكتروني، هذا لا يعني أن البيانات القديمة قد حذفت، لأن البيانات يتم أرشفتها بشكل أوتوماتيكي عن طريق الكثير من البيانات، فما بالك بوجودها على منصة مثل تيليجرام. عملية الحذف بحد ذاتها لا يمكنني أن الدخول بتوثيق سياسي لأن جهة معينة أو دولة معينة أو ما إلى ذلك، ولكن يمكن القول أن تيليجرام نفسها تعتبر هذا النوع من البيانات هي عبارة عن خرق لقواعد استخدامها. يعني هذه البيانات يجب أن لا تبقى على هذه المنصات بشكل كبير، ولكن وجودها لثواني معدودة لا يختلف عن وجودها لأشهر أو ما إلى ذلك. ولكن طبعا من الوجهة السياسية من الأفضل أن لا تكون هذه البيانات دائمة الوصول، ما هيك؟ لسمعة البلد أن تكون أن هذه البيانات لا يمكن السيطرة عليها، ولكن من غير تصريح من التليجرام نفسه لا يمكننا توثيق هذا الأمر الحقيقة. بالطبع أنا ذكرت هذا الموضوع لم أستطع التأكد من مصدر ثالث، لذلك نحن نفترض جدلا. دكتور رضوان إسخيطة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، على هذه المداخلة القيمة. يا هلا بك معي. أجير أيضا ما قلته لضيفي السيد المزراري ولأيضا ضيفي السيد منصف سليمي، ولو باختصار. سيد المزراري، لدي أسئلة مازال كثيرة والوقت شوي ضيق. يعني ذكر ضيفي الخبير بأن يعني لابد من المغرب أن يتخذ إجراءات لأنه هذا الأمر يضر بسمعة البلد. ذكرنا أيضا موضوع أوروبا، صحيح هناك تعاون أمني واستخباراتي ولكن هناك أيضا قلق أوروبي. ماذا المغرب فاعل إذا كان يعني هناك ثغرات، لأنه هي مش أول مرة يتم هذا الاستهداف، هناك ثغرات هذه المرة أمنية يشكل ذلك خطورة على التعاون الأمني مع إسبانيا مع أوروبا؟ ما هي الخطوات التي يفترض الآن اتخاذها ولو باختصار؟
هو سيدتي الفاضلة، والمغرب ليس في قفص الاتهام، وليس هو الجهة المطلوبة الآن بأن صحيح. تقوم بأي شيء، لأننا لسنا متأكدين أولا من صحة هذه التسريبات ولا من مضمونها ولا حتى من مصدرها. عندما نتحدث عن جبروت، قلت لك قبل قليل بأن الأمور تحدث في العالم الافتراضي في غرفة مظلمة، والعملية تتم على 3 مراحل: أولا من أجل التشويش، ومن أجل التشويه ثانيا، وثالثا من أجل الإرباك. ونحن نعرف عندما أن مثلا مثل هذا العمل يقوم إما بالاختراق أو الاختراق المفترض مع تبني معطيات واستحداثها وتبنيها من غير التأكيد من صحتها، يكون بطبيعة الحال الأمر هنا مقلق وخطير. وإن كان من جهة يجب أن تشعر فعلا بالمسؤولية وبالخطر، فكل الأطراف الدولية الآن معنية بهذا الأمر، كما تفضل الضيف الكريم من وقال بأن لا توجد هناك بصمات إلكترونية تحديدا لتحدد لا صحة ولا مصدر ولا التأكد من مضمون هذه المعطيات. في المقابل، عندما نتحدث عن الأمن الأوروبي، بطبيعة الحال كما قلت لكم في بداية اللقاء أنه سبق وأن تعرض المغرب لاتهام من هذا القبيل في موضوع العلاقات المغربية الفرنسية بين باريس والرباط، وثبت فعلا بأن كانت مجرد افتراءات كان الهدف منها هو ضرب المغرب وتدمير هذه العلاقات بين البلدين. نفس الأمر يحدث الآن بين المغرب وإسبانيا، ومن أجل تبديد كل هذه التخوفات وهذه الأمور يجب الوقوف عند الوقائع الحقيقية وعند التعاملات على أرض الواقع وفي الميدان، وليس انطلاقا مما يمكن أن يروج في الفضاء الرقمي من اتهامات ومن اختراقات هي في حد ذاتها افتراضية قد لا تمت للواقع بأي صلة. نعم، هو فقط لأنه غياب أي رواية رسمية في مواضيع من هذا النوع يترك المجال مثلا لرواية جبروت كي تصبح هي الرواية المهيمنة إعلاميا. وأنت تعلم الإعلام الإسباني والمغربي وحتى الإعلام من دول مجاورة كالجزائر وأيضا كتونس تم تناول هذا الموضوع كل واحد بأسلوبه. لذلك طرحت السؤال سيد منصف سليمي، عندما نتحدث عن علاقات أمنية أوروبية مغربية وأيضا علاقات أمنية مغربية إسبانية، هناك قلق أوروبي بدأ يظهر للعيان وخاصة بعد موضوع سبتة. هل يؤثر ذلك على العلاقات؟ كيف تفكر أوروبا إذا أردنا أن نأخذ العامل الأمني تحديدا؟ بداية أود أن أشير إفادة ديما ربما تكون مفيدة في البرنامج. في الأثناء طلع بيان من وزارة الداخلية المغربية بشأن هذه التسريبات، وربما سيكون مفيد أخذ مقتطفات منه أو الاستفادة منه. ينفي صحة المعلومات ويعتبرها ملفقة ومزورة، ويقول أن بعض البيانات قديمة وتم تحميلها، وأشار إلى العمليات التي ذكرت حول جبروت وغيرها. هذه إشارة أولى. أعود إلى الموضوع الأمن الأوروبي. أعتقد أن أوروبا برمتها في كل أنحائها تتعرض إلى ضغط وتحدي كبير فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ومنظومة الاتحاد الأوروبي ككل في الأمن السيبراني يمكن القول أنها ليست متجانسة، لأنه هنالك تفاوت كبير في التجهيزات والبنيات التحتية الإلكترونية لدى الدول الأوروبية المختلفة. حجم الاختراقات وحجم الهجمات السيبرانية ضخمة جدا، في أرقام نشرت بشأن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا نحكي عن آلاف أو عشرات الآلاف من الهجمات السيبرانية تأتيها من روسيا، من الصين، من إيران، من دول عديدة. طبيعة مشكل الهجرة له طبيعة خاصة، هو في جانب بشري ولكن فيه توظيف سياسي وجيوسياسي كبير لهذا الموضوع. ولذلك أوروبا تتعرض إلى حرب هجينة من حدودها مع بيلاروسيا، حدودها على حدود بولونيا، على حدودها الشرقية، كذلك على حدودها الجنوبية مع دول جنوب المتوسط. المغرب هو أكثر نقطة التصاقا بأوروبا بحكم الوضع الخاص لمدينة جيبي سبتة وليلى
إيليا، واللتين لا تشملهما معاهدة حلف الناتو، وكذلك لا تشملهما اتفاقية شنغن. ولذلك فإن أي إشكال يقع على هذه النقاط الحدودية الحساسة يثير إشكالية للأمن الأوروبي. هنالك الآن فرنسا أطلقت مبادرة يعني لتعزيز الأمن السيبراني الداخلي وكذلك على المستوى الأوروبي، لكن أعتقد أن هنالك نقطة يتعين الإشارة إليها. نحن أمام أزمة بين إسبانيا والمغرب، صحيح. وكلا البلدين يتخذ إجراءات للضغط على الطرف الآخر. الإشكالية في الجانب السيبراني أو ما يسمى بالحروب الهجينة أنها يمكن تأثيرها يكون مضاعفا. سأشرح الفكرة. يمكن الحكومة الإسبانية تتخذ إجراء مثلا ضد مهاجرين غير قانونيين، ولكن عمليات تداول المعلومات حول الموضوع تضفي على تلك الإجراءات أبعاد أخطر. يمكن المغرب يتخذ إجراءات أمنه يقوم بإجراءات مثلا لصد بعض المهاجرين غير القانونيين، لكن الحملات التي تتم سواء عبر حملات سيبرانية أو عبر السوشيال ميديا يمكن تعطي نتائج حتى غير متوقعة أو غير محسوبة، سواء بالنسبة للجانب المغربي أو الجانب الإسباني. ولذلك خطورة هذه الجانب السيبراني هو أن القرار السياسي لم يعد متحكم فيه، بمعنى مضاعفات وتداعيات وتتجاوز تخرج عن الحسابات. وبالتالي فإن ما يقع مثلا بين إسبانيا والمغرب أعتقد يتجاوز بكثير ما تحسب له الحكومة الإسبانية وما تحسب له الحكومة المغربية، لأن هنالك أطرافا أخرى تدخل على الخط وتلعب أدوار. هنا نعود للفكرة الرئيسية. الاتحاد الأوروبي حذر جدا من ناحية مبدئية، يظهر دعمه لإسبانيا، ولكن يدرك أن الأزمة التي حدثت في سبتة أزمة ليست أزمة هجرة فقط، هي أزمة معقدة، هي أزمة فيها جوانب تاريخية، فيها جوانب بشرية، ولذلك يتم التعامل معها بحذر شديد. نعم، يعني فقط أشكرك على موضوع البيان. بالفعل يعني كان هناك بيان من السلطات المغربية تم توضيح هذا الأمر من الجانب المغربي، ولكن نبقى بانتظار المعلومات. وكما ذكرت بأن وسائل الإعلام، كل وسيلة إعلامية في كل دولة جوار للمغرب تناولت الموضوع من زاويتها ومن طريقة مختلفة. الموضوع كبر حجمه كتير. سيد المزراري، أريد أيضا أن أسألك فيما يتعلق يعني استكمالا لما قاله السيد منصف سليمي عندما نتحدث عن العلاقات الإسبانية المغربية تحديدا. يبدو بأن هناك تحول لافت، يعني جبروت انتقلت مش بس من استهداف المغرب، انتقلت إلى التهديد بنشر معطيات قالت إنها مرتبطة بهاتف رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز. هذا يعني أن المغرب يعني لم يكن هو الهدف النهائي للعملية. هل نحن أمام حرب هجينة، حرب سيبرانية قد تؤثر إن شئنا أم أبينا على العلاقات بين البلدين؟ نعم سيدتي الكريمة، أنا أجيبك يعني انطلاقا من كلامك عندما تفضلت وقلت بأن هذا الموضوع أخذ أبعادا كبيرة على مستوى الإعلام على مستوى الإعلام وفي كل دولة من دول المنطقة. وفيها في كلامك الجواب، هذه مجرد أعتبرها فوقعة إعلامية بهذا الموضوع اتخذت كل هذا الأبعاد. أما في اعتقادي وفي حسب المعطيات التي لدي بأن ما يربط العلاقات بين المغرب ومدريد هي قوية وكثيرة، وإن كانت معقدة فالجانب الإسباني يدرك تماما بأن ما يجب أن يكون عليه من وسائل للتواصل والتحاور والتخابر مع المغرب هو يتجاوز بكثير ما يمكن أن تنشره هذه الجهة أو تلك. وهنا يجب أن أذكرك بالموضوع المتعلق بالأمن بين البلدين، وهو أمن يشمل ليس فقط المغرب وإسبانيا وإنما أوروبا تحديدا. في المؤتمر الأخير لمنظمة الانتربول الذي استضافته مدينة مراكش المغربية كان فعلا تم التطرق إلى الهجمات السيبرانية وتم الإعداد لمثل هذه السيناريوهات المحتملة التي يكون الهدف منها هو ضرب العلاقات السياسية والدبلوماسية
الدبلوماسية وحتى الأمنية والاستخباراتية بين هذه الدول. فبطبيعة الحال الأجهزة المارقة والخارجة عن النشاط القانوني في الفضاء الرقمي تقوم بكل ما لديها خدمة لأجهزة استخبارات أطراف أخرى، وخدمة كذلك لمصالح أصبحت مثل الرصاصة في البندقية يمكن أن تطلق في أي اتجاه. وهذا ما أريد أن أؤكد لكم على أن العلاقات المغربية الإسبانية متشعبة وفيها ملفات كثيرة، والطرفان معا في مدريد والرباط يتحملان المسؤولية بجدية للنظر فيها بكل دقة وبكل احترافية، وبطبيعة الحال النتائج بالخواتيم الأمور. ننتظر ونرى يعني تفاصيل الموضوع، والموضوع بالفعل كبير نظرا لأنه عامل أمني وليس فقط عامل إعلامي. ننتظر ونرى. شكرا لك السيد عبد الهادي المزراري، شكرا لك الزميل منصف سليمي على وجودكما معي وأيضا على هذا التحليل القيم.